فيلمنا كيبدا مع جو واللي كيفيق وكيلقى راسو محبوس في واحد البلاصه وما عارفش راسو هو فين وما كيلقاش تليفونه في جيبو، وكتبان ديك البلاصه عندها حيوطه عاليين بزاف وكاين غير باب واحد ديال الحديد، والجو بدا كيغوت باش شي حد يعتقو حتى كيسمع الصوت ديال جارو اللي كيكون محبوس في الزنزانه اللي حداه من واحد الشرجيم صغير كاين في الحي. هو كيقول ليه يسكت والجو كيسولو هو شكون واش ممكن يعاونو، وداك السيد فاش كيعرف انو جوج ديال في هاد البلاصه كيقول ليه بلي اليامات الاولى غيحس بالاكتئاب وغدا غيكون قاصح، ومن بعد كيقول له انه غيمشي يكمل خدمته وكيمشي ويخليه، وجو كيطلع عليه الدم حيت ما كيفهم والو، وكيبان ان ديك البلاصه فيها طاحونه. والجو فاش كان كيحاول يقلب على مخرج من ديك البلاصه كيسمع صوت شاد كيقرب لذاك الباب وكيرمي ليه الماكله من واحد الشرجم كاين في ذاك الباب، ومن بعد كيمشي والجو كيخشي يدي في ذاك الشرجم وكيزاوق فيهم يخرجوه وكيقول لهم بلي مرتو قريبه تولد وخاصو يكون معاها، وكيسمع صوت كيقول ليه حيد يديه، وفاش ما كيبغيش كينزل عليه بالزرواطه في يديه وكيغوت وكيحيدها. والجو بقى جالس في بلاصتو حتى كيجي الليل وبدا كيحس بالجوع وكيبغي ياكل من ديك الماكله اللي رماو ليه، وقبل ما ياكل كيبان واحد الطفل حير فيه واحد الروبو ديال الشركه سميتها مالار، وهو كيرحب بالجو وكيقول ليه بلي هذا تدريب مهني متقدم باش يولي احسن نسخه منه. والجو فاش كيهضر مع داك الروبو كيسول عليه هما فين ما كيجاوبوش وكتسالي الهضره، والجو كيطلع ليه الدم وكيتسحبوا ان داك الروبو خسر، ولكن جارو كيرد عليه وكيقول له بلي راه ما خاسر ما والو وراه خدام ولكن ماشي على قبلهم، وكيزيد يقول له بلي كاينه واحد المكانه في الحيط كتبين ان دابا الليل. والجو فاش كيسول شنو كيطرا في هاد الوقيته كيقول ليه دابا هادشو، وشويه كيسمع محابسين اخرين هما كيسبوا فيه حيت صدعهم ما خلاهمش ينعسوا. والجو كيسول جارو على شكون هاد الناس، وداك الجار كيقول ليه بلي هادوك كانوا موظفين في شركه مالارد وصلت بهم الحاله هنا بسبب انهم ما كيخدموش مزيان، وكنعرفوا ان جو كيخدم في هاد الشركه وكيكون طايح ليه العجب لاش هو هنا. ومن بعد جارو كينصحو ينعس شويه حيت الغد ليه غيكون اطول يوم في حياته. وفي نصاصات الليل كيفيق جو على صوت الغوات شي واحد من المحابسيه وكيجدو الخوف وكيزدو ودنيه باش ما يسمعش الصوت، والغد ليه كيوصل جو الفطور ديالو بنفس الطريقه وكيسمع صوت كيقول ليه يخلي الكاشو ديالو نقي باش ما يتعاقبش، وجارو كيقول ليه بلي كاين واحد الحفره في الارض فين يرمي الزبل ديالو. والجو فاش بدا كينقي ديك البلاصه كيلقى جمجمه بنادم ميت ومدفون وكيتخلع وكيمشي يسول جارو واللي كيقول ليه بلي كانوا بزاف الناس قبل منهم وماتوا في هاد البلاصه، والجو ما كيبغيش يتيقن ان شركه عالميه كبيره كدير هادشي، وجارو كيفكر في الكونترا اللي سناو باش يقبلوهم في هاد الخدمه، وانه حتى واحد ما تسوق قرا هاد البنود حيت كانوا فرحانين بشركه مالارد حيت غيخدموا فيها، وبلي هاد البنود فيهم ان الشركه عندها الحق دير فيهم ما بغات. وكيزيد يقول لي بلي ما كاين حتى شي حل من غير انهم يتادابطاو مع الوضع ويديروا داكشي اللي كيتقال لهم، خصوصا انهم ما عارفينش امتى غيخرجوا وخاصو يتيا في خدمته وصافي. وفي نفس الوقت داك الروبو بدا كيهضر باش يشرح لجو المهمه اللي مطلوبه منه، ولكن جو بدا كيغوت وكيطلب انه بغا يخرج من هنا، خصوصا انه خدم في مالارد لمده 10 سنين وعمره ما غش. والجو زاد كيغوت حتى كيطلقوا عليه صوت الالارم مجهد باش يسد فمه، والروبو كيكمل هضرته وكيقول له جو بلي هذا اول يوم في الندوه التدريبيه، وكنعرفوا انهم اختاروا هذا التدريب بسبب الانخفاض الانتاجيه ديالو في اخر فتره واللي تسببت في الانخفاض الاداء العام القسم ديالو وبهكا اثر على الاداء الشركه. وبدا كيشرح لجو التفاصيل المهمه وكيقول لي ان الوقيته اللي غتبدا فيها الخدمه هي من 6 الصباح حتى 10 الليل، والمطلوب منه في هذه الخدمه هو يدفع طاحونه وكل دوره كتحسب بنقطه، والمطلوب من كل موظف يسجل 50 نقطه في النهار، الا ما كملش النقاط غيتعاقب. وفاش كيسالي النهار كيشوفوا الموظف اللي سجل اقل نقطه وحتى الا سجل العدد المطلوب منه ولكن قل من الموظفين الاخرين غيخرجوه. والجو كيشوف الكاميرا اللي في الباب وبدا كيطلب السماحه من داكشي اللي دار وكيطلبهم يخرجوه باش يمشي عند مرتو اللي قربها تولد، ولكن حتى واحد ما كيتسوق ليه. وكينصحو جارو يترجلو ويجمع راسو وبلي كلهم عندهم عائلات والحل الوحيد اللي عنده هو يخدم باش يخرج من هاد البلاصه. وفي نفس الوقت كتكون قربت توصل 6 الصباح والجو كيستعد باش يدفع الطاحونه وكيتصدم حيت كيلقاها ثقيله وصعيبه بزاف من داكشي اللي تخيل، لدرجه انه كيدير مجهود كبير باش يسجل غير نقطه وحده، واخا هكا كيقرر يدير كاع الجهد اللي عنده على امل يخرجوه الى تبت الكفاءه ديالو. وفاش كتوصل الوقيته اللي كتسالي فيها الخدمه كيبان ان الجو سجل 1000 نقطه، وهادشي كيعني انه سجل الطوبل داكشي اللي كان مطلوب منه. والروبو كيبارك ليه على المجهود ديالو ومن كثرة العيا كينعس جو من غير ما يحس باي حاجه. وفي النصاصات اللي كيسمع صوت الغوات وكنعرفوا ان هاد صوت الموظف اللي سجل اقل عدد النقاط وهو كيطلب فيهم، وكنعرفوا ان الموظف اللي كيسجل اقل عدد النقاط كيخرجوه، ولكن ما كنعرفوا شنو كيديروا ليه بالضبط. والغد ليه كيهضر مع جارو وكيقول له بلي سجل 100 نقطه، وكينصحوا جارو انه ما يبقاش يقول لشي حد على العدد النقاط حيت الموظفين غيحاولوا يسجلوا عدد كبر منه باش يحميو راسهم حيت هما في منافسه وكل نهار واحد فيهم كيخسر. والجو كيعاود على راسو
راسو وكيقول بلي كيتمنى يلقى شي طريقه يخرج بها من هاد البلاصه ويتلاقى مرتو وولدو الصغير فاش يتولد، وكينصحو جارو باش يديها غير في خدمتو وصافي حيت هادي هي الطريقه الوحيده اللي غتخليه يخرج. وكيزيد ينصحو انه ما يسجلش عدد كبير من النقاط اللي مطلوب منه بفرق كبير حيت غيبقاو متوقعين منه هاد العدد ديما، وفي نفس الوقت كيصوني الجرس باش يبداو الخدمه. وجو كيتفكر شي ذكريات مع مرتو كيت فاش يلاه شراو الدار، وكيبان انهم كانوا فرحانين بها واخا هكا كيت ما كانش عاجبها الحال حيت الدار كبيره وغاليه عليهم. وجو كيكالميها وكيقول لها بلي هادشي كله كيديروا على قبلهم، خدموا على قبل هادشي. وكيت كتقول لها بلي خاصو يمشي مع الطبيب غدا وكتسولو واش شد الكونجي. وجو كيقول لها بلي ما شدوش، وكيت ما كيعجبهاش الحال وكتقول لها بلي خاصو يعود يدوز معاه الوقت وماشي يبقى مقابل غير الخدمه. وكيجدها وجع في كرشها، ومن بعد جو كيفيق من دوك الذكريات. وفي الاخر النهار كيكون سجل 150 نقطه، وعلى غفله كيتوقع عليه واحد السيكيتي تيوقف ورا الباب وكيطلب منه يحيد الحوايج. ومن بعد كيتحل الباب بوحدو وكيقولوا لجو يتمشى حتى كيوصل لواحد البيت اللي كتكون فيه واحد الماكينه كترشل مع الحباسه باش يدوشو. وجو بدا كيدوش، ومن بعد كيرجع للكاشو وكيلبس حوايجو وكيدوزو الايام وكيستمر جو في انه يدفع الطاحونه. وفي واحد النهار كيكون جو سخون وبسبب جو دغيا كيهيا وكيبان انه بدا كيفقد الامل. وفاش كيسول جارو على السبب علاش كيدفعوا الطاحونه كيرد عليه جارو وكيقول له بلي دفع الطاحونه ما كيولدش الطول اللي يطحنوا القمح، يعني هاد الشيء كله ما عنده حتى معنى وخاصهم يديروا هاد الشيء باش ما يموتوش. ومن كثر الصال جو كيقادي الماء كله اللي عنده وكيكون خاصو الماء وكيطلب داك الروبو يعطيه الماء لكن ما كيتسوقش ليه. وجارو كيقول ليه يتخبى ورا الساريه حيت هذيك هي البلاصه الوحيده اللي ما كتشداش الكاميرا وتما كيمكن ليه يشرب البول ديالو. ولكن جو ما كيقبلش يدير هادشي، ومن بعد كيرجع يكمل خدمته. وكيتفكر ثاني ذكريات مع كيت مؤخرا اللي بدات كتقلق على الفاكتورات الطبا اللي كثاروا عليهم، وبسبب هادشي كانت كتفكر تخرج تخدم حيت الا تجمعوا عليهم ممكن يحيدوا لهم الدار. ولكن جو ما كيقبلش حيت الطبيب وصات تعطي الراحه لراسها وكيكالمها بلي غيزيد يخدم باش يوفر دوك الفلوس وان الشركه غتزيد ليه في الكراد ويولي يشد كثر. ولكن كيطلع عليه الدم منه، خصوصا انه من شحال هادي كيوعدوه بهذا الشيء لكن ما داروا معاه والو. وكيكون ما عاجبهاش الحال حيت جو مازال تيق فيه وكيرد عليها جو كيقول لها بلي كيدير هذا الشيء كله باش يوفر لولادهم مستقبل زوين. وكنشوفوا جو كمل خدمته وفي الاخر النهار كيتصدم حيت كيلقى راسو سجل 370 نقطه وداك الروبو كيبارك ليه وكيقول ليه بلي الغرض من التدريب هو انهم يعرفوا القدره الحقيقيه ديال كل موظف ويعاونوا يكتشف راسو. وشويه جو كيشوف سميت اليكس منقوش على الطاحونه، وفاش كيسول جارو على هاد خونا كيقول ليه بلي هاد خونا هو اللي كان محبوس في هاد الزنزانه قبل منه وانه قدر يهرب من هاد البلاصه وداكشي علاش الحباسه كيعتبروه اسطوره. وجو كيجي العجب كيفاش واحد قدر يهرب من هنا واخا هكاك ما فكرش يديكلاري عند البوليس ويعتق دوك الحباسه. والوقت اللي كيعطيو لجو كادو فيه ستيلو منقوشه فيه سميتو كمكافاه على المجهود اللي دار في اخر يوم، وكيزيدوا ليه حتى في النقاط اللي مطلوبين منه من 50 ل 370 حيت تبت الكفاءه ديالو وقدر يسجل هاد العدد البارح. وجو ما كيقبلش بهادشي حيت كيكون متاكد انه ما يقدرش يسجل هاد العدد النقاط مره اخرى. ولكن الروبو كيقول له بلي الناس ما كيعرفوش القدره الحقيقيه اللي عندهم وما كيتيقوش في راسو وبلي محتاجين غير الدفعه باش القدرات ديالهم الحقيقيه تبان. وجو كيطلع عليه الدم وبدا كيسب فيهم واخا هكا كيضطر يبدا خدمته باش يجمع النقاط ديالو. وجو كيكمل الدوره ولكن النقطه ما كتحسبش وكيطيح ليه العجب. وجارو كيقول له انه عنده عقوبه وهادشي كيعني ان كل جوج دورات كيتحسبوا بنقطه واحده، وبهكا كيكون مطلوب من جو يدور 740 دوره. وفي وسط النهار الجار كيسول جو مالو النهار كله بقى ساكت. وجو كيقول له بلي ما قادرش يدفع الطاحونه مازال 740 مره. وكيتصدم الجار فاش كيعرف انه جو سجل البارح 370 دوره وبدا كيغوت عليه حيت فرض عليهم حتى هما يسجلوا نقاط كبار باش ما يتعاقبوش وبلي كانوا الصا ما يديرش اكثر من داكشي المطلوب منه. وكيسمعوا من الحباسه الاخرين وبداو حتى هما كيغوتوا على جو وكتسالي بقيت الخدمه بلا ما جو يكمل عدد النقاط اللي طالبين منه. وجو كيسول الروبو لاش عطاه هاد العقوبه. الروبو كيقول لي حيت غضرب صحاب الموظفين وكيكون داك الروبو بغى يعاقبه وكيوريه تصوير كيت مرتو وكيهددوا انهم غيجيبوها تعاونوا في الخدمه ويكملوا ديك 740 دوره. وجو بدا كيطلب فيهم باش ما يجيبوهاش وكيوعدهم انه غيكمل 740 دوره. والروبو كيقول لي بلي غدا خصو يكمل دوك الدورات باش تحيد العقوبه. وكيزيدوا لجو واحد تحت تيتيت واللي كيكون فيه ضو حمر سخون في سقف الكاش باش يشوشوا عليه. والوقت اللي الجو بدا خدام بلا ما يوقف وما كيتسوقش لداك الضو الحمر باش يسجل النقاط اللي مطلوبين منه. وجو كيتسخسخ ديال بصح لدرجه انه بدا كيهلوس وكيبان قدامو راسو هو كيضحك عليه عند متيق انه غيوصل لداك العدد بحال فاش كان متيق شحال هادي انه الا خدم كتر غيتقراضا. وكينصحو يستسلم حيت ما كاين حتى شي معنى في هادشي اللي كيدير. بدا كيهضر على مرتو وولدو وبلي تفلى عليه وولدو غيكبر بلا اب. وهاد الهضره كتخلي جو يتموتيفا وما كيتسوقش لهاد التخيلات اللي كيجيو وكيرجع يخدم مره اخرى. وفي الاخر النهار كيبان انه جو قدر يسجل النقاط المطلوبه منه وبهكا داك الروبو كيبارك ليه وكيقول ليه بلي العقوبات تحيدها. والوقت اللي كيعطيو لجو كادو على داكشي اللي دار واللي كيكون فيه فيديو مرتو وهي في السبيطار بعد ما ولدات. وجو كيبقى فيه الحال حيت ما كيجمعها في وقيته بحال هادي وزاد كيبكي وكيجلس
كيدوي مع جارو وكيكون باغي يعرف الطريقه باش يهرب اليكس باش يهرب حتى هو. وداك الجار كيتعاطف معاه باش كيعرف انه تزاد عنده ولد وما قدرش يشوفو، كيقرر يعاونو. والجار كيقول ليه يشوف الحيط اللي حدا الساريه وغادي يعرف. وكيمشي يتجول لديك البلاصه وكيشوف علامه ديال الحفره قديمه وكيستعمل السيلو اللي معاه باش يعاود يحفر في نفس البلاصه. ولكن هادشي كياخذ منه بزاف د الوقت حيت كيكون خاصو يخدم كل نهار باش يجيب دوك النقاط. وفي واحد النهار جو كيقدر يحفر حفره قد الجسم ديالو وكيدخل منها وكيمشي من واحد الدخله ضيقه حتى كيوصل لواحد البيت مظلم. ولكن كيخرج لواحد السيكوريتي وكيضربو على راسو وكيغير. والوقت اللي كيفيق جو في الكاشو ديالو كيتفاجئ فاش كيلقى انهم سدوا ديك الحفره. الروبو كيقول ليه بلي غيعاقبوا على داكشي اللي دار. العقاب ديالهم كيبدا مع جار حيت هو اللي وراه الطريقه وكيزيد في النقط لكاع الحباسه ل1000 نقطه في النهار. والحباسه كلهم كاو على هاد جو حيت هو السبب في هادشي. وجو كيسمع صوت جارو وهو كيغوت وكيهضر معاه من داك الشرجم باش يشوف مالو. والجار كيقول ليه بلي يرسو ليه رجليه هو كما غيقدرش يخدم هاد النهار وانه متاكد بلي هو اللي غيخرجوا فاش غيسالي النهار. وكيقول ليه بلي ماشي هما المسؤولين هنا وانما الخوارزميات هي المسؤوله وهي اللي كتاخذ القرارات. وداك الجار كيعترف انه كان خدام في مجال تكنولوجيا المعلومات في شركه مالر وانه ساهم في تاسيس هاد السيستيم. وداكشي علاش عرف انه ما كاين حتى شي طريقه يخرجوا بها. وجو بدا كيفكر في هضره جارو وكيفهم ان هادشي غير خوارزميات في كمبيوتر وكتطيح على جو فكره واللي هي حتى واحد ما يخدم وغيطلق غير الاصفار في الكمبيوتر وبكا غيقلبو وحتى واحد ما غيموت. وبدا كيهضر بصوت مجهد باش يقنع كاع الحباسه بالفكره وكيقول انهم ما غيخسروا والو الا جربوا واصلا راه غيموتوا في اي لحظه. وجو كيقول انهم ممكن يربحوا بشرط انهم يتعاونوا مع بعضياتهم وحتى واحد ما يخدم في هذا النهار. وفي الاول الحباسه كيكونوا خايفين من العواقب ديال الاحتجاج واخا هكا كيقرروا يتعاونوا مع جو وكتبدا وقيته الخدمه وكيكونوا الحباسه كلهم ملتزمين بالاتفاق. وبسبب هادشي جو كيكون فرحان وكتقرب وقيته الخدمه تسالي. وداك الروبو كيهضر مع الحباسه وكيقول لهم باللي كل حباس ما شجل حتى نقطه غيخرجوه. وجو ما كتخلعوش هاد الهضره عكس الحباسه اللي كيخاف وبداو كيحاولوا يسجلوا اي عدد باش يعتقوا راسهم. واخا جو شحال هو كيحاول يقنعهم باش يوقفوا الا انهم ما كيقدرش. وكيبان ان الحباسه كلهم بداو يخدموا الا جو وجارو. والجار كيقول ليه بلي ما غيقدرش يخدم بسبب الدراسه اللي تهرس وكيطلب من جو يحاول يسجل نقطه باش ما يتعاقبش حتى هو وممكن شي نهار يخرج من هاد البلاصه ويرجع لمرته وولده. وجو كيطلع ليه الدم من راسو حيت هو السبب في هادشي اللي طرا لجارو. وجو زاد كيبكي وكيطلب منه السماحه ومن بعد كيستسلم وكيمشي يدفع الطاحونه وكيقدر يسجل نقطه واحده قبل ما يسالي النهار. وبهكا الجار كيكون بوحدو اللي ما يقدرش يسجل حتى نقطه وهادشي كيعني انه هو اللي غيخرجوه. وكيهضر جو معاه باش يودوه وكيسولو على سميتو. والمفاجاه ان الجار كيطلع هو اليكس اللي كان في هاد الكاشو قبل جو وكيقول ليه بلي هو اللي حاول يهرب من ديك الحفره ولكن شدوه وما قدرش يعاود لجو هادشي حيت كان عنده امل ان جو يقدر بالذكاء ديالو يهرب ليهم. وبعد شويه كيسمعهم هما كيتجو اليكس وزاد كيبكي. والوقت اللي كيقرروا بيعطي لجو حافز جديد باش يقنعو يرجع كيف كان في الاول. وكيطلق له فيديو ديال مرتو وولدو والمفاجاه ان ولدو كيكون كبر وكيتمشى. وجو كيطلع ليه الدم على الفعل اللي كيديروا ليه وبدا كيغوت عليهم ويسبهم وما كيبغيش يعاود يخدم. وبهكا داك الروبو كيقول ليه بلي قرروا يستغناو على الخدمات ديالو وانهم غيخرجوا حتى هو. وجو كيدير في بالو انهم غيقتلوه وعلى غفله كيتحل داك الباب وكيدخلوا 12 ديال الناس وكيدوروا على جو في الكاشو. وجو كيحاول يعرف منهم شنو طاري وشكون هو المدير تاع البلاصه ولكن حتى واحد ما كيجاوب. ومن بعد كيدخل السيكوريتي وهو هز مع حقنات وداك السيكوريتي بدا كيستافسو وجبد ليه عائلته. وجو كيجال عليه وكيهجم عليه وبدا كيضرب فيه حتى كيفرشخ ليه وجهه. وفي نفس الوقت داك الروبو كيهضر وكيعلن ان السيكوريتي ما دارش خدمته وانهم غيحيدوا ديك العقوبه لجو ويرقيوه للمستوى التاسع بشرط يكمل المهمه ديالو ويبقى يضرب في داك السيكوريتي حتى يموت. وفي هاد اللحظات جو كيفهم ان كاع هادشي اللي كيطرا التخطيط ديالو وإلا قتل السيكوريتي على قبل باش يترقى ما غيبقاش انسان وداكشي علاش ما كيقبلش يقتلو. وبدا كيغوت باعلى صوت وهو كيقول انه ماشي وحش وكيطلب الاستقاله ديالو. وفي نفس اللحظه جو كيفيق في شركه مالر وكيبان انه دايرين ليه واحد اللعبات في راسو وحده موظفين اخرين حتى هما دايرينها. وكيدخل عليه واحد خونا سميتو جوني واللي كان هو داك السيكوريتي اللي فرشخ واللي في شكل انه جو كيكون ما طاري ليه والو. وكيقول جو بلي هادشي كان تدريب مهني وكيشوف ان جو مخلوع وكيكالمي بلي بعد شويه غيرجع لطبيعته. وكيفكر جو بلي هو اللي طول هاد البرنامج والمفاجاه ان هادشي كله طرا غير في 60 دقيقه وهادشي كيعني ان كيتمازال ما ولده. وجوني كيكمل هضرته وكيقول جو بلي عارف انه حس بحال دوز بزاف الشهور وبلي صاوب هادشي بحال شي فيديو جيم وبان انه كان كيكافح في المستوى الثامن وانهم ما
كانوش لاقين سبب مقنع باش يرقيو، ولكن بعد التجربه لقاو ان جو عنده امكانيات اللي ممكن تفيدو، وغير ما كانش كيتحط في تحديات مناسبين، وداكشي علاش دوك الامكانيات ما كانوش كيبانو، والانتاجيه ديالو طلعت بزاف، وكلما كانوا كيحطوا شي تحدي قدامو كيربحوا، وهادشي من غير المهارات القياديه اللي بانت عنده فاش نظم ديك الحملات الاحتجاج، وبهكا كيكون مقبول انهم يدوزوا للمستوى التاسع. ومن بعد كيتي جون المكتب ديالو جديد وكيطلب منه يسني على شي كونطرا اللي فيهم ان هذا البروجي سري ما غاص حتى واحد يعرفو، وجو كيقرر يسني فاش كيفكر مرتو داكشي اللي وقع ليه، كيخرج جوني من المكتب كيتصل جو بمرتو اللي كيكون طايح عليها العجب، حيت جو اول مره كيتصل بها في وقت الخدمه، وكيزيد يجي على العجب من طريقه هضرتو وخوفو عليها، وجو بعد ما كيسول فيها كيسالي المكالمه، وكيبان انه مازال ما قدر ينسى داكشي اللي داز عليه، وكيقول انه غيحرق هاد الزبل بسبب هادشي اللي داروا عليه.